خطوة عزيزة، مرحبا بيكم، يا أهلاً وسهلاً، نورتونا، شرفتونا، ده احنا زرنا النبي. كل الكلام اللي ممكن تسمعه من أي مصري بيرحب بيك في بيته. احنا شعب ذواق وبنحب نستطعم الحاجة، فاحنا بقى لفينا محافظة محافظة وسألنا كل واحد من محافظته سرهم ايه. كل سنة وانتم طيبين. محافظة أرض الأجداد، الشمس بتشرق على نيلها كل يوم وعلى تاريخ جدودنا، روح المدينة اللي ما بتنامش، النيل شاهد على لمتنا وسهراتنا وحياتنا الحلوة، أمان بننزل كل شوية أي وقت، جنينة الحيوانات، أحلى محافظة، المحافظة اللي ما بتنامش. خطوة عزيزة، النهاردة حكاية جديدة من مطبخنا، من مطبخ أم الدنيا. حكايتنا محافظة الجيزة، العاصمة الأثرية والتاريخية لمصر. ومعانا مين بقى؟ معانا الشيف حمادة طبالي، ومعانا طبختين، طعمية وأم علي. صح؟ طبعا. الطعمية بقى دي بنسميها طعمية وبنسميها فلافل. تمام. فلافل اسكندراني. فلافل اسكندراني. الطعمية بتاعتنا احنا والطعمية دي القهروية. تمام. اللي ايه عملوها. تمام. طب ايه الفرق بين الاسكندراني والطعمية هو مفيش فرق خالص، غير هم الاسكندرانيه بحب الحاجه مشطشطه شويه يعني. اوكي. ولو ان كلمه فلافل دي اصلا مثلا من 3-4 آلاف سنه. تمام. هي كلمه يعني قبطيه، فلافل يعني فول كتير. تمام. فلافل. انا استفدت من حضرتك معلومات كتير النهارده. انا برغي كتير. اتفضلي تحت. طيب عايزاك بقى تتكلم على مكونات الطعميه. وقول كده بقى، احنا طبعا دخلنا جوه وعجلنا في العجانه اللي اسمها ايه بتاع الحجر. حاجه طبعا مستحيل كنا نجيبها هنا، وعشان اللي جوه عندكم سفينه فضاء جوه نظيفه زي الفل وكل حاجه، فما كانش ينفع نلعب في اي حاجه. فاحنا عجلنا جوه. تمام. وهنقلي بس هنا. تمام. اوكي. تمام. بس احنا دلوقتي لربات المنزل بقى والناس تتفرج علينا، المكونات دي ممكن يعملوها بقى عندهم في البيت. طبعا تعمل في البيت. قول لهم بقى تريكاتك وحركاتك وكده. ماشي. بصوا، احنا اول حاجه بنبتدي بالفول ده بيتنقع مش اقل من 3-4 ساعات. اوكي. وبعد ما بيتنقع بيتنشف كويس من الميه، ما يبقاش فيه ميه عشان بيعمل ريحه، بيتشطف ويتنشف كويس. اوكي. معانا المكونات بقى هنا، معانا كرات وبقدونس، في ناس بتحط كزبره، اللي عايز كزبره خضراء. بس هو الاساسي عندنا بقدونس، وعندنا بقدونس وكرات. اوكي. الثوم طبعا لا غنى عنه، عندنا نعناع، عندنا فلفل حار، عندنا شرايح بصل، عندنا ملح. وده طبعا ده للاخر خالص في القلي، ده بيبقى كزبره نص مجروشه ومعاها سمسم، وفي ناس بتحط معاها كزبره وسمسم وشمر. ايوه. ده على الوش ده. ده على الوش، ده اللي هو بيبقى جرنش القرص قبل ما يترمي في الزيت. اوكي. فاحنا بنبدا لو احنا هنشتغل على خلاط في البيت، فبيفضل ان احنا نفرم الثوم ده في اي حاجه لوحده، عشان الخلاط مش هيجيبه، مش هيبقى مفروم، عشان ما يبقاش فيه حاجه مخرزه في الطعميه. فبيحبذ ان هو يتفرم لوحده ويبقى مفروم في اي حاجه كبه صغيره او الهون يبقى احسن. بعد كده بنحط الخضار دوت في الخلاط لحد ما يتفرم وينعم. ننزل عليه بالثوم عشان الخضار ده يكون جاب السوائل بتاعته. ننزل بالفول واحده واحده، وننزل معاه الفلفل، النعناع، البصل. واحده واحده ننزل فيه واحده واحده، عشان الخلاط بتاعنا بس بتاع البيت طبعا مش زي اللي في المطاعم، لحد ما تنعم معانا نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. في الاخر خالص بنحط الملح. لو انا هتكلم على الطعميه عامه بس واخص مطعمنا، فاحنا كطبال الموضوع مختلف تماما يعني عن اي مطعم. احنا اللي نزلنا فيه حاجات كتير، الطعميات الحشو ده يعني احنا منزلين اصلا قرص طعميه باسمنا احنا. اوكي. احنا اللي منزلين، غير الاسكندريه طبعا ده كان مشاع، بس احنا عملناه بطريقه ثانيه. عاملين طبعا باللبنه وبالكيري. ايوه. كنا عاملين جبنه قريش، عملنا بكذا حاجه يعني الحشو ده احنا اول ناس اخترعنا الكلام ده كله. احنا دلوقتي بقى كده ايه عملنا، اتكلمنا، قلنا الرباط البيوت هنعملها ازاي. احنا عجلنا وخدنا عجنتنا الحلوه من جوه، هنقعد نقلي وانا بحكي لك شويه ايه عن محافظه الجيزه.
اتفضلي يا شيف. الطعمية: كيلو فول مدشوش، حزمة شبت، حزمة كرات، مية ننقع فيها الفول، 3 معالق كبيرة كزبرة، حزمة بقدونس، وحزمة كزبرة خضراء. احنا هنعمل الطعميه القماطي اللي هي طبعا نعمل الصغننه دي. دي كلنا طبعا بناكلها من زمان، وهي دي يعني دي المشاعه قبل طبعا الحاجات اللي طبالي اخترعتها. ايوه يعني الراس بتاعتنا دي فطبعا بس دي بتتعمل على قلايه اكبر هنا عشان بس الاستوديو فجايبين حاجه صغيره. ايوه هنوريكم برضو الطعميه اللي احنا بنعملها في طبالي، الاحجام اللي احنا بنعملها يعني. ايوه فاحنا ممكن نعمل القماطي الصغير خالص ده، يبقى سهل جدا. سهل جدا. لو في ميه جنبك بتبلي ايدك بس بله صغيره عشان ما تلزقش لحد ما تبقى محترفه يعني. طبعا احنا ستات البيوت عندنا طبعا لا يعلى عليهم. يعملوا احسن مننا بكتير طبعا. لا بس برضه مش الدرجات دي. لا يعملوا احسن مننا بكتير. انت عارف بقى احنا هنقعد نكلمك شويه على محافظه الجيزه. الجيزه سموها الجيزه ليه؟ علشان ايام الفتح الاسلامي هم اجتازوا النيل، عدوا النيل فسموها الجيزه الناحيه الثانيه. تمام. تعرف بعدين بقى احنا بنستنى شويه ولا بنستنى شويه بعد كده بنقلبها. بنقلبها باي حاجه عندنا. اوكي. ممكن معلقه يعني على حسب المتاح في الفرن، على حسب المتاح في المنزل طبعا. بنقلبها وبنجيب طبق طبعا. احنا طبعا عشان مجهزين حاجتنا فعندنا طبعا طبق بيبقى عليه جرجير ولا حاجه. اول مره بقى ايه اشوف لما الناس بتطلع احنا بنقلبها يعني بنسيبها مثلا دقيقه او اي حاجه وبنقلبها بنتابعها. اللون بتاعها بيغير بتنشف والكلام ده بنقلبها وبعد كده بنطلعها في طبق. يستحسن يبقى فيه جرجير او اي حاجه خضراء يعني، بقدونس جرجير كزبره على حسب بقى. في انواع طبعا محشيه في انواع كتير وعاملينها. عاملين حاجات كبيره بس طبعا عشان القلايه جوه كبيره فقدرنا بقى نعمل الكبار ده. نخش نعملها برضه. هنعملها طبعا وكل حاجه. لا هنعمل كل حاجه. انا قاعده هنا في القلعه فلازم نعمل كل حاجه. نجرب كل حاجه. انتوا عند طبالي فلازم كل طعميه اي نوع واي حاجه هنعملها ان شاء الله كلها النهارده. بالظبط. بس احنا بنعمل ده عشان ايه؟ عشان على حاجه صغيره عشان الاستوديو. صح. بس طبعا هناخد شوتات طبعا من جوه من المطبخ بتاعنا وحضراتكم تشوفوه يعني. يا ريت. طب انت بقى عارف انه اكيد انت اصلا من انهي محافظه يا شيف حماد؟ انا من القاهره. من القاهره. طيب انت من القاهره. طب انت عارف الشعار بتاع محافظه الجيزه صح؟ وعرفوا لك اللي هو العلم بتاعهم ده. هو كان لغايه سبتمبر اللي فات بتاع 25 كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن الشمس وبعدين الهرم وجامعه القاهره. تمام. من اول بقى سبتمبر 25 قرروا ان هم يحطوا المتحف المصري فيه. تمام. وبقى ده الشعار الجديد بقى بتاع المحافظه. ودي بقى اول محافظه يعني اول محافظه غيروا الشعار بتاعها حديثا. تمام. وانا عمري ما حسيت ان احنا محافظتين يعني. ما حدش بيحس بينا. لا خالص عمري ما حسيت ان احنا ولا 6 اكتوبر كمان. لا خالص. احنا كلها محافظه واحده. انا مسمينها القاهره حتى حلوان حتى الكلام ده. أيوة. دي مسميات مش اكتر لكن عمرنا ما حسينا ان احنا هي القاهره كلها شامله الكلام ده. صح. القاهره ومسمينها القاهره الكبرى. ايوه القاهره الكبرى. صح يا فندم. طبعا. انا سافرت كتير وقليل وعشت بره كتير قوي. ما دقتش ولا هدوق في الطعميه بتاعتنا خالص. يجيبوا لي بقى صفرة، يجيبوا لي اللي بالحمص، يجيبوا لي اللي ما فيش. بقول لهم انتوا مش عارفين تعملوها. احنا اخترعنا ده بتاعتنا واختراعنا. حتى طبعًا. اسمها الفلافل طبعا جبناها طلعت من 5000 سنه. طبعا. بس هي فعلا ما فيش زي الطعميه المصري حقيقي. طبعا ده اختراعنا احنا يعني دي حاجتنا احنا. ايوه صح. ابتدوا الناس تقلدنا كتير بس دي حاجه من اثرياتنا يعني. لا الفول طعمه مختلف فعلا في الطعميه. لا والزراعه احنا الزراعه عندنا ده هو الفول ده يعني احنا بنصدر كمان يعني. حتى لو حد بياخد الفول ده او الفول الحصى او المدشوش ده بيتصدر بره من عندنا احنا يعني. ايوه صح. يعني احنا اكتر دوله في العالم بتطلع فول مدشوش او حصى يعني. مظبوط. بس بتوصل بقى للدرجه دي. ممكن في ناس بتعوزها نص سوا ما يخليهاش يعني مستويه اكتر من كده بنطلعها. في اللي عايزها مقرمشه بيسيبها شويه في الزيت على حسب بقى. تمام. بس يعني هو ده اللي احنا نطلعها على كده. في بقى اللي عايز بقى طبعا يحط لها الحشو يحط لها حاجه بس يعني ما يستحسنش ان دي تحش عشان تبقى صغيره. طب ما تيجي نعمل الدور الجاي كده. نعمل الدور الجاي كده بس بشويه. حاضر. عشان بس نوريهم مهاراتنا. لا حاضر. عينيا. ايه تاني بقى اكلات شعبيه عندنا احنا عندنا طبعا القاهره بقى. هنتكلم على الفول طالما احنا جبنا سيره الفول. هنتكلم على الفول. ايوه. الفول المشوش ده ممكن يطلع منه بصاره. ايوه طبعا البصاره دي طبعا برضو مصريه 100%. ما حدش بيعملها غيرنا احنا. ما اسمعش حد يقول حاجه ثانيه. لا بصاره ما اسمعش حد. الحاجات دي لازم نحافظ عليها. ايوه. بس فالبصاره بتعمل الفول ده
بس بيتحط على النار طبعا، وبيتحط طبعاً بيضيف له تستوي مكونات بقى، أيوة. الخضره معاه، وبعد كده بتضرب في هي بلاد. غالبا بتبقى نفس مكونات الطعميه تقريبا، نفس بس المكونات. بيزودوا لها شويه بهارات بقى، وفي الاخر الطشه كمون بس. ومش ايوه والطشه، صح. وفي الاخر خالص بتحط لها بقى التقليه ايوه اللي هي برده مصري يعني. آه. البصل اللي هو المقرمش دوت طبعا. في الاخر على الوش جرنش. فده كده طالما جبنا سيره الفول يعني. ممكن نعمل شويه بقى ايوه كام واحده كده بالحاجه بالسمسم والكزبره. كام واحده كده، وبعدين نخش نقلي جوه. ماشي. هنحط ايدينا كده برده اهو. اوكي. على انت بتعملها على ناحيه واحده عشان الصغيره صح؟ عشان صغيره. اوكي. نبل ايدينا كده ونحط كده اهو. انا بقى نرجع لشويه معلومات تاني. اتفضلي. بما ان انا رغايه. لا يا فندم، الشعر بقى من حضرتك طبعا حبيبي. في الحلقه دي. اتفضلي. جامعه القاهره دي تاني اقدم جامعه في افريقيا. وبعدين جامعه القاهره دي حاجه بقى انا لسه عارفاها قريب. تخيل يعني بتاخد قد ايه اجانب كل سنه؟ 250,000 طالب في السنه. تخيل يعني الناس بتسافر بره تتعلم، واحنا بيجي لنا 250,000 طالب يتعلم عندنا كل سنه. ف دي حاجه من الحاجات الكويسه قوي. والمتحف المصري بقى الجديد حاولت انا احجز فيه قريب. طلع محجوز لغايه العيد الكبير. ايوه اونلاين. لغايه العيد الكبير محجوز. ان شاء الله عندنا امل قبل ان نخلص خالص السنه نبقى نزوره كلنا. طبعا ان شاء الله. ان شاء الله طبعا ان شاء الله. دي حاجه بنفتخر بيها طبعا، المعالم والاثريات بتاع بلدنا طبعا. طب خليني اسالك سؤال تاني. اتفضلي. ليه بيقولوا بقى ان الشيف الراجل اشطر من الشيف الست؟ لا انا مش شايف كده، انا شايف الست اشطر. انت لحقت نفسك. ايوه انت لحقت نفسك. انا شايف ان الست اشطر. لا انا شايف ان الست اشطر طبعا. هو بس عشان بيبقى عنده ثقافات كتير، هي ممكن بس تبقى محكومه بحاجه واحده، لكن هو عنده ثقافات كتير، بيتعرف على مطابخ كتير، عنده طبعا اكلات كتير وبقى عارفها، بس مش اكتر. لكن هو زي ما احنا قلنا وزي ما اتربينا، هو النفس فعلا يعني. النفس دي معلومه الناس بتتريق عليها والناس ممكن ما تبقاش حاسه بيها، بس دي حقيقه. حوار النفس ده لا انت حقيقة. بتتكلم او يعني انت كل ما كنت اقعد مع ضيف يقول لي الكلمه دي، هو النفس. لا النفس هو النفس طبعا فعلا. تلاقي الاكل نفس المكونات نفس كل حاجه، بس طالعه عاديه او حلوه قوي. لا طبعا قوي. زي عربيه الكبده اللي في الشارع. احنا بنعمل كبده في البيوت، بس في ناس ما بتستطعمهاش غير في الشارع. الكشري نفس الكلام، بنعمله في البيت وبنعمله ضامنين كل حاجه والهيجين والنظافه بتاعته 100%، بس برضه بتاع الشارع. فده بيبقى يعني بالبلدي كده رزق. صح. ده النفس، فالنفس ده اللي هو الرزق يعني. طب سؤال كمان. اتفضل يا فندم. ايه اكتر حاجه انت بتحبها في اكل والدتك؟ لا بحب حاجات كتير اللي هي مال لا ما اقدرش لا ما اقدرش. بحب حاجات كتير طبعا. طب ومين اشطر حد عندك؟ انت ولا هم اللي بيعملوا؟ لا هم طبعا. لا هم انا ما بجيش جنبهم خالص. والله انت دبلوماسي. لا والله. وبعدين عشان عايز يروح. هو عايز يروح. لا والله انا كده عايز اروح، دي حاجه بس. لا والله. لا والله. طيب. طبعا هم اشطر طبعا. احنا هناخد الدور ده نخلصه بتاع القماطي دي، ونخش بقى نقلي جوه الكبيره وحشواتنا وحاجاتنا، ونرجع بعد الفاصل نعمل ام علي ونتكلم عليها. مطبخنا يتشرب بحضرتك يا فندم. ميرسي يا شيف. تسلم. استنونا بعد الفاصل نرجع تاني. ورجعنا قلينا خدنا حاجتنا جايبينها بقى عشان نقطعها ونرصها. يلا يا شيف يلا بينا. ماشي. طبعا الاحجام دي بتاعتنا طبالي طبعا. طبعا. ماشي. احنا نقطع الحاجات اللي هي محشيه عشان نبقى من الحشو. طبعا ياخد طعميه واحده منكم. 2 بياكلوها 3. اصلا المفروض نقطعها 4 مثلا. بالهنا والشفا. طبعا ده القماط اللي احنا قلنا اللي هو كان عليه بصمه. اسمها بصمه طبعا. لا دي ما اعرفهاش. لا اللي هي بصمه عشان بتبصم كده على وش الطعميه. اللي هي السمسم. وقلنا لو في شمر، بس في ناس ما بتحبش الشمر، فبنعمل الثابت سمسم والكزبره النص مجروشه. النص المجروش. فدي مثلا اسكندراني اللي بيقولوا عليها اسكندراني، اللي بتبقى حاره شويه. القرمشه. القرمشه خطيره. فطبعا الجرنش قلنا ان احنا يبقى الجرجير بيبقى ثابت، طعمها جرجير وطحينه. طبعا. وطبعا من اوائل برضو الناس اللي عملوا جرجير وطحينه وطماطم من السلطه في الطعميه. ايوه. الساندوتش ده طبالي طبعا. ايوه صح فعلا. احنا فعلا. اي حد بيعمل سلطه بيحط سلطه على طول. لكن اللي بيعمل هنرص طبعا حاجتنا كده. ما تقلقش بتتاكل هياكله على طول. ماشي. انا والشيف. لا نعمل تاني انا والشيف. دي ليمون معصفر. دي ليمون معصفر. دي طبالي. ايوه. بيبقى ليه خلطتنا احنا. ايوه.
ودي الاسكندراني برضه غلطتنا احنا، هي بتاع الاسكندراني ده حاجه شائعه، بس طبعا مختلفه عن الاسكندراني اللي موجود في اي مطعم يعني. ودي بتسمى طبالي، يعني حضرتك لو رحت تشرفينا في اي مكان عايز طعميه طبالي. طبالي صح. تيجي لحضرتك الاسم ده هنا كمان بقى الافتكاسات بقى الكيري ده كيري برضه. ماشي، احنا عندنا إيه حشوات كتير، بس المصري المعاصر بياخد الحاجه ويحط التاتش بتاعه. بنحاول نحدث شويه بنحاول دي ايه دي بقى؟ دي ليمون معصفر. اوكي في طبالي، واحنا كده عملنا النهارده. وديها لنا كده. اتفضل. ناخد كده. ماشي، الكيري دي دي كده المصري المعاصر. ايوه المصري المعاصر. عجبتك؟ طبعا. لا خطيره خطيره خطيره. هنشيل بس البلانش بقى ونبدا ايه في الام علي. طبعا انا بما اني معايا الشيف حماده، يعني ما ينفعش بقى انا اشتغل، حضرتك بقى اللي تنورنا بعد اذنك. اتفضل وانا هرغي كعادتي. اتفضلي، احنا بنستفاد من معلومات حضرتك طبعا. يلا بقى ايه المكونات بقى؟ هي ام علي عامه يعني بتتعمل، يعني ممكن حد يعملها باغلى حاجه وممكن حد يعملها بحاجات بسيطه. فدي ميزه في ام علي. اوكي. ان هي بتعمل باعلى تكلفه وبتعمل باقل تكلفه. بالظبط. اعلى تكلفه دي مثلا ممكن نجيب عيش ملفيه، احنا مستغنيين عنه النهارده عشان يعني نمصر. دي الطريقه التقليديه بقى. الطريقه نمصرها ان تبقى مصريه جدا وتبقى في التكلفه برضه عشان اي حد متاح يعملها. بالظبط. فجايب الرقاق، طبعا الرقاق متاح ان اي حد يجيبه. السكر ده طبعا موجود. لبن محلى. بس لازم يبقى دافي او سخن شويه. عندنا جوز الهند مجروشه ونص. عندنا كريم شانتيه. كريم شانتيه ده بيبقى بودر بيتعمل بلبن. دي حاجه زياده. دي برضو مستحدثه المصري المعاصر برضو. مستحدثه بس يعني بتدي طعم طبعا، بتوديه في حته. المكسرات اي نوع مكسرات. ايوه يعني حبينا نبسط الامور النهارده فجبنا سوداني وزبيب. ده بقى متاح يعني، لكن نحط اي نوع مكسرات يعني. ام علي كيلو رقاق ناشف، كوبايه جوز هند، نص كوبايه بندق، كوباية زبيب، كوباية جوز هند متقشر، كوباية سكر، 4 كوبايات لبن جهينة، 3 معالق قشطة. فلو هنبدأ هنعمل بنجيب أي طاجن عندنا بأي حجم عندنا. فقلنا هنستخدم الحجم ده عشان الناس كلها تاكل. أيوة. بس وهنكسره كده. ونكسر بقى. التكسير ده برضو على حسب الرغبة، يعني ممكن الناس تحطوا تكسير كبير أو صغير. في ناس بتحمره في السمنة. ممكن تحمر العيش في السمنة. ممكن يبقى إيه زيادة تأكيد للتخن يعني. ممكن عشان نودي الدنيا. الدايت عشان الدايت. احنا نقول مش هنحط سمنه عشان الدايت. التكسير ده زي ما احنا قلنا كده اللي هو باي طريقه، ممكن ناس بتعمله كبير او ناس بتعمله صغير على حسب. وكده كده بتحبه ايه؟ انا بحبه بيبقى كده زي ما انا بعمله كده. ايوه عشان تبقى فيها شويه قرمشه كده. تبقى قرمشه طبعا مع اللبن برضه بحب. بنكسر نملى الطاجن شويه. طبعا انت عارف قصتها. اتفضل. هي طبعا كانت ايه؟ شجره الدر كانت ملكه مصر. تمام. كانت متجوزه الاول امير اقطاي، وبعدين لما توفى اتجوزت ايه عز الدين ايبك مملوكي، وبعد كده السلطان عز الدين ايبك كان اوريدي متجوز واحده. انا بقى دورت على اسمها ده في كل المراجع اني اعرف كان اسمها ايه. هي اسمها ام علي، مفيش مامة المنصور مفيش. المهم فهنسميها ام علي. بس طبعا لما ايه ايبك توفى وهم قالوا ان احتمال تكون اللي موتته شجره الدر، فهي اختلفت معاها اذا كان ابنها هيمسك الحكم ولا لا. فهي طبعا الثانيه شجره الدر زاحت الاب وراحت حاطه برضه ايه الابن على جنب، فهي استفردت بيها بقى وبعتت بقى ايه الجريات بتوعها ضربوها بقى بالابائيب وموتوها، وبعدين عملت بقى حلويات عيش بقى وسموها ايه حلويات ام علي. بس كده. في عندك معلومه ثانيه ولا هي نفس المعلومه؟ طيب. هي نفس المعلومه. طيب. بعد ما كسرنا طبعا الملفيه او الرقاق فبنحط طبعا اللبن الدافي، بس اللبن يعني بنسقيه على قد ما نقدر، لان احنا هنعمل دلوقتي هتلاقي هيعوز تاني، ممكن مش في ساعتها، ممكن نتقل عليه شويه هيعوز تاني، نحاول نسقيه كويس. اكيد هيرضى تاني. صح. لا طول ما احنا بنسقيه كده ويبقى تمام هيفرق معانا في الطعم طبعا في الاخر. بنحاول نسقيه ونستنى شويه مثلا عليه. الراك لسه هقول لك الراك ان احنا نستنى عليه شويه عشان طبعا نستنى عليه شويه بسرعه. نستنى عليه شويه، وممكن طبعا لو جبنا معلقه ولا حاجه دي بتساعدنا شويه على حسب. بننزل بيها كده برضو طب والدتك بتعمل حلويات ايه؟ عرفنا اي حاجه. والدتي بتعمل بسبوسه حلوه جدا. طيب. والكنافه انا بحبها طبعا من ايديها جدا. طبعا.
الكنافه البيتي دي الكنافه البيتي اللي لا هي يعلى بسوداني، عليها انا بقى. مش عايز بقى ولا أيوة. اي حاجه ولا انا بقول مهلبيه. لهم خلاص انا تعبت، نفسي اروح محل اطلب منه الحاجه العاديه العادية دي بتاعت خالص. زمان، انا بقت حفريات ما بقتش لا. موجوده ولا في مانجا ولا اي رمضان. حاجه، ولا مانجا مش ولا عايزه حاجه، انا لا. عايزاها بتاعت زمان دي. انا ما بحبش ولا مانجا ولا اي حاجه، اللي بتعملها البيتي خالص اللي دي هي احلى بتتعمل في الصينيه حاجه، الالومنيوم احلى دي. حاجه. شغل بتاع زمان شكرا. ده. شويه تحفة. قشطه كده او شويه سوداني مثلا، والزبيب او السوداني بس كده بس كده. فلا بتعمل. وطبعا البسبوسه وبتعمل لنا شويه حاجات يعني، البسبوسه، الكنافه، الجلاش الحلو. الجيلي بتحشيه بايه بقى؟ الجلاش الحلو بتحطي فيه مكسرات برضه. اوكي. بس المكسرات البسيطه برضه، سوداني، زبيب، الكلام أيوة. دوت. عندنا طبعا الجيلي اللي هو القديم بتاع البلد، اللي هو يعني مش اللي هو البودر، يعني ده البودر ده اللي بيتعمل دلوقتي ده بس. بس هو يعني ممكن اعمل نوعين مع بعض في قالب واحد. بتوجها كده شويه. جدتي كانت بتعمله لنا. فده طبعا ده بيتاكل، ده اصلا كان في البلاد ده بيتعمل الحلوى المشهوره في الافراح. ايوه. يعني لو حد بيعمل بوفيه في الفرح ولا حاجه لازم يبقى الجيلي ده موجود. تورته الجيلي لازم. وفواكه برضو؟ لا بيبقى موجود الجيلي، اللي انا بتكلم على حاجه اللي هي العاديه خالص. بيبقى موجود في الافراح ده بعد ما الناس مثلا بتتعشى او بتتغدى على حسب الفرح، فبيطلع من لها الجيلي. فطبعا بنتكلم على الحاجات بتاعتنا القديمه اللي هي يعني ابتدت دلوقتي ما تبقاش موجوده، بس بنحاول نحافظ عليها يعني على قد ما نقدر. يا ريت. بعد ما سقينا كده. ايوه. هيعوز تاني ممكن يعوز او ما يعوزش، لو عايز تاني ممكن نزود شويه صغيرين. طب انا هسالك سؤال، احنا بنحط المكسرات على طول ولا برضو بنستنى عليها شويه؟ لا احنا عادي نحطها على طول، بس لما ده خلاص يقول انا مش عايز تاني قبل ما ندخل الفرن. لا ده يقول انا مش عايز تاني. هو المكسرات اللي ممكن في ناس بتحب تشوحها في سمنه. ايوه. بس احنا عشان نحافظ على الدايت شويه، اللي عايز يشوحها في السمنه يشوحها، مش عايز وعايز يخليها كده برضه مش هتقول حاجه. تمام. فاحنا بنخلينا في الطاجن لما يقول خلاص هو مش عايز، هو اللي بيقول يعني. انا طول ما انا بحط لبن كده هو عاجبني قوي الطاجن هو اللي بيقول. هو اللي بيقول. هو يجي يقول دلوقتي انا مش عايز تاني، يعني هو طول ما انا بحط لبن هو بيشرب اهو. هو تمام. فهو احنا هنستنى اما خلاص يبقى مش عايز تاني، انا ما اعتقد ان هو مش عايز حاجه تاني. فبنبتدي بقى نحط المكسرات او اي حشو احنا عايزينه. تمام. فبنجيب مثلا مكسرات، نحط مكسرات اهو. طبعا المكسرات برضه على حسب الرغبه، اللي عايز يزود، اللي عايز يعمل. في ناس ممكن تخليها رقات، شكله حلو. وفي ناس بتحط فانيليا برضه. ناس بتحط فانيليا. هو بص، هو عامه الاكل يعني الاكل اذواق، ومتاح الواحد يعمل اي حاجه. يعني متاح الواحد يعمل اي حاجه في الاكل يعني. كل الضيوف بتقول لي الكلمه دي. لا اذواق. ممكن الواحد يعمل اي حاجه، ممكن الواحد يعمل اكله وفي حاجات في ثوابت طبعا. صح. دي موجوده. صح. لكن الواحد ممكن يحط اي حاجه يعني. فبنحط جوز الهند ده عشان يدي قوام شويه. طبعا الباودر دوت اللي هو المجروش ده العادي بتاعنا. بحب جوز الهند المجروش قوي. بس نحط كده بس خلاص. طبعا برضو الحاجات دي كلها حاجات مستحدثه. لا هو يعني الطبيعي بيبقى بس كان بيبقى زبيب ده الطبيعي، ولو مكسرات جوز هند والعيش وخلاص واللبن. لكن هو ده المكسرات برضو هو السوداني من زمان فيه يعني. أيوة السوداني الحاجات اللي هي بالظبط. لكن طبعا في ناس بتحط بندق وكاجو والكلام ده كل ده المستحدث طبعا. فاحنا بنقول للناس ان هو اي حد عايز يحط اي حاجه متاح. والحاجه البسيطه طعمها بيبقى احلى طبعا. كل ما نفتكس قوي 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 قوي. في افتكاسه بلذاذه وفي افتكاسه بتزيد مننا ما بتبقاش حلوه. ما بحبهاش. بس انتوا افتكاساتكم دي في الطعميه حلوه بصراحه. لا الطعميه لا انا ما فيش الافتكاسات دي كانت حلوه. لازم برضه اقول اللي ولا على. بتكلم على الحلويات. الحلويات على فكره لما بتحط فيها حاجات كتير صح، هو في الاخر التيست واحد يعني. انت ما بتدوقش مثلا انت بتحط ده حلو وده حلو وده حلو وده حلو، في الاخر بتدوق حاجه مسكره واحده فما بتعرفش تميز. صح. فالحاجه لما تبقى بسيطه التيست بيبقى اقدر احكم عليها واقدر اقول الحاجه دي كويسه. بالذات الحلو فعلا. الحلو طبعا. لكن في حاجات ثانيه ممكن نحط افتكاسات، ممكن تودي يعني. الطعميه لما احنا عملنا الحشوات وديتها في حته ثانيه، لكن الحاجات الحلو يستحسن انها تبقى بسيطه عشان حتى اللي بيدوق يبقى عارف هو بياكل ايه. لكن ميكس الحلو ده مع بعضه ده بيبقى صعب قوي. طب شايفه اسالك سؤال؟ اتفضلي. الكريم شانتيه بنحطه الاول وبعدين بنكمل لبن ولا؟ لا انا خلاص انا مش هحط لبن، مرحله اللبن خلصت خلاص. انا مش عرفت منين بقى انها خلصت؟ عشان انا ساعات بتبوظ مني. لا اللي هو خلاص انا حطيت الحاجه، بحط لبن بلاقي اللبن ما بينزلش تاني يعني. لما بحط لبن ما بيشربوش تاني الملفيه. الطروف لسه اللبن بقى لو انا ميلته كده هلاقي فيه لبن. بدل قصدك تمام. لو هو محتاج لبن تاني مش هيبقى كده. على ايه؟ مش هيبقى موجود كده اللبن. فهو ده يعني احنا بنختبره بكده ان احنا لو هو موجود كده فيه لبن ما بيحتاجش مني لبن تاني. لو هو بينشف بزود اللبن لحد ما يشبع يعني، يشرب ويشبع الرقاق او الملفيه. هو اللي بيقول انا مش عايز لبن تاني. نحط لنا بقى الكريم شانتيه. نحط الكريم شانتيه وندخله الفرن الحلو ده اللي هنا. طبعا نحط الكريم شانتيه ونغطي الوش. ايدك سخيه في الكريم. لا ما انا هفرده دلوقتي. ايه؟ هفرده دلوقتي. هيتفرد على الوش. هيتفرد. طيب وده احنا عملنا حلو بقى. اتفقنا ان احنا عملنا حلو. اتفقنا مفيش دايت النهارده. ما اعتبرنا مفيش دايت. صح مفيش دايت الشهر كله. لا مفيش. اتفقنا ان احنا مفيش دايت. نفرده باي حاجه
كده. عندنا حتى زباتيون. افرد يا شيف. اللي موجود. افرد يا شيف. برافو. معلش يا فندم، هو اليوم بتاع طوالي ده ما فيش، احنا اتفقنا حتى الجثه ما بيجي لنا احنا اتفقنا ما فيش دايت خلاص. في عوز تاني بنزود. ايه هتزود؟ كريم هزود شانتيه عشان تاني؟ لازم اقفله خالص تمام. عشان يبقى ايه، يدي الوش كويس. بنفرد على قد ما نقدر. عارف انت انا حاساك ايه بتشتغل وانت متأيد، امكانياتك برضه جوه مطبخك مش عارفه ايه، جوه حاجه ثانيه فحاساك طبعا جاي تجاملنا. طبعا جوه حاجه ثانيه. بس احنا في اي حاجه احنا اتعلمنا كده وتعودنا كده في اي حاجه في طوالي ان احنا صح. في اي مكان او اي اختبار بنسد يعني وبنتصرف. ده اللي اتعلمناه احنا. بما ان احنا برضه بنتكلم على الطواجن، اتفضلي. هو زي القرع بيتعمل بنفس الطريقه؟ القرع لا، القرع بيتعمل بشاميل. البشاميل بقى البشاميل مسكر. القرع بيتعمل بشاميل. بنجيب القرع بننضفه كويس وبنقطعه مكعبات، بنسلقه في ميه ونديله شويه السكر مع السلق. بعد ما بيطلع زي البطاطس البيوريه كده بيطلع، بنهرسه كويس. اهم حاجه يتسلق كويس عشان ما يبقاش مخرز. ما يبقاش فيه خرز صغير كده، بيبقى كله كريمي. بعد ما بيتعمل بنجيب البايركس او الطاجن اللي احنا نعمل فيه، نبقى عاملين بشاميل حلو نفس البشاميل اللي بيتعمل، بس الفكره ان بيتحط سكر مكان الملح بس كده، بيبقى بشاميل حلو. بنعمل رق وحاجه وندخله الفرن. وبرده لو في مكسرات بنحطها فيها. طبعا. ممكن نعمل بقى جارنش كده، شويه جارنش على الوش قبل ما يخش، عشان برده نحط السيجنتشر امضاء الشيف بقى. بس خلاص. هندخله طبعا. ندخله بقى الفرن قد ايه؟ هندخله، لا هو بياخد وش بس. هو كده هو كده يتاكل يعني، ممكن يتاكل كده بس يستحسن ان هو يخش وش عشان الوش يحمر وبتاع برده يبقى شكله تمام. طب استنى شيف، استنى. اتفضل. تعالى نقول ان احنا هندخله الفرن. تمام. ونريح ونلملم الدنيا وننضف ترابيزتنا. ماشي. ونرجع بقى ناكل وندوق. ماشي. ماشي بقى. هندخله الفرن نص ساعه كده، تلت ساعه يا شيف مثلا؟ لا مش هنوصل لكده. ممكن 10 دقايق، من 5 دقايق ل 10 دقايق، بس عايز متابعه. عايز متابعه لحد ما يبقى على حسب الفرن. ربع ساعه ندخله الفرن، نشغل شوايه، نشغل فوق بس. نرجع ندوق. امتى غيروا شعار محافظه الجيزه وايه اللي زاد فيه؟ ورجعنا. الروايح فظيعه، تكونوا معايا نشم الريحه. النهارده عملنا ايه بقى؟ عملنا الطعميه بمختلف انواعها وافتكاساتها الاصليه المحشيه والكبيره، وعملنا ام علي اتكلمنا عليها. شكرا جدا يا شيف حماده ان انت نورتنا النهارده. شكرا ان انت عملت لنا الطعميه وعرفنا قصتها وعملناها بمختلف حاجاتها، وعملنا كمان ام علي وعرفنا القصه بتاعتها مع بعض. واشوفكم تاني بكره في حلقه جديده من حلقات مطبخ ام الدنيا وحكايه جديده. رمضان ده كريم وده عشق قديم وده شهر الخير هو ده عيرجيم جوه في مطبخ ام الدنيا اللي محمر واللي مشمر احلى محاشي ورز معمر واللي مشطشط واللي مسبك واللي يخليك حلو منور جوه في مطبخ ام الدنيا. لو فين او مين يلا يا صايمين قبل وبحري معزومين عازمين يلا شلولو ولا الوريكة ولا سخينة ولا فريكة أكلة هنية سمك وطيور